السلام عليكم متابعين ليلي تي في الأعزاء. اللي أول مرة يشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصله كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. النهاردة نبدأ ملخص جديد للحلقة الأولى للمسلسل الجميل حلوة الدنيا سكر، ونبدأ الحلقة مع بعض. تبدأ الحلقة ببطولات الفنان الكبير بيومي فؤاد مع الإنجليز اللي كان مدوخهم وبيعمل فيهم عمايل كتير، وهم قرروا إن هم يخلصوا منه وقتلوه في العربية بتاعته. والقصة دي كان قاعد بيحكيها ابنه لأصحابه، وبيقول لهم العربية دي موجودة عندي، حد عاوز يشتريها؟ قال لهم إن والده كان بطل كبير جدا جدا، وتعالوا شوفوا العربية بتاعته، وبياخدوهم علشان يشوفوا العربية. ظهر هنا البطلة واسمها بيكون في الحلقة دي اسمه ساندي، وبتظهر واقفة على المسرح بتاع السيرك، وهنا صاحبتها بتقول لها تنسي تتجرأي كده. والشخصية بتاعتها دي بتتكسف جدا جدا وما بتتكلمش مع الناس وبتخاف منهم. وهنا صاحبتها بتحاول تقول لها اتجرأي شوية وكلمي الناس. في المشهد ده بيبان لنا إن ساندي بتشتغل في السيرك، والشغلانة بتاعتها هي مدربة نسايس، قاعدة بتتكلم مع الناس بتاعها. وهنا بيظهر المدير بتاعها في السيرك، وبعد كده الحلقة بتبين لنا إن المدير ده يبقى عمها، بس متفقين مع بعض في الشغل ما كأنهم ما يعرفوش بعض خالص. وهنا باباها خد أصحابه علشان يوريهم العربية بتاعت باباه، ويقول لهم إن هم يشتروها ويفرجهم عليها. بيقول لهم بتاعت بنتي، وبنتي بتشتغل في السيرك ده. واللي بيشوفه هنا الأمن وبيقول له أنت بتعمل إيه هنا عند العربية، افتكر إن هو عاوز يسرق العربية. جريت بسرعة صاحبة ساندي بتقول لها الحقي باباكي، الأمن مسكه برا، فاكرين عاوز يسرق العربية بتاعتك. جريت ساندي بسرعة قالت له معلش ده بابايا، ممكن تسيبه. في المشهد ده بيظهر صديق ساندي، وهنا بيشتغل ساحر، بيقدم فقرة ساحر في السيرك. وهنا بيعرض أفكاره على المدير، بيقول له عندي فكرة جديدة يعني. وهنا بيشرح له الفكرة بتاعته، بس المدير ما بيعجبش بالفكرة دي خالص، وبيقول له الفكرة دي عمرها ما هتعجب الناس. نروح لمشهد تاني في الحلقة بتاعتنا. هنا ساندي قاعدة مع باباها وخايفة إن حد يشوفهم قاعدين مع بعض، وبتقول له مش عارفة اللي هيشوفنا هيفتكر ايه، وبيقول لها يا بنتي ما تخافيش كده. وهنا بنروح لمشهد تاني برضه، شادي بيعرض على المدير بتاعه فكرة جميلة تاني، بيقول له احنا نجيب مطرب مشهور جدا ويطلع يغني للناس، وناخد تذاكر كتيرة وكده نكسب كتير في السيرك. وبعدين بيقول له الفكرة دي جميلة جدا، وبياخد الفكرة دي منه وبيعرضها على رئيسه في الشغل، وبيقول له مين بقى المطرب اللي هنجيبه دوت بقى. بننتقل لمشهد تاني، بنروح هنا ساندي راكبة العربية دي أصلا بتاعت جدها بقى، اللي جدها مات جواها. وبعدين قاعدة بتسمع الراديو، وبتتفاجأ إن حد بيكلمها، بيطلع جدها بيكلمها. وهنا ساندي بتخاف جدا جدا لأن دي روح جدها اللي بتكلمها، وبتكسر اللجنة. وبعد كده باللجنة بتوقفها وبتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده. بعدين بتقول لهم والله غصب عني، انا جدي كان بيكلمني، مش عارفه انا عملت كده ازاي. قال لها فين جدك دوت، قالت له ده روحه. فبعد كده خدوها على الاسم، مش مصدقين اللي هي عماله تقوله ده، وحطوها في العربيه علشان يرحلوها على الاسم. وهنا في واحده بتروح معاها وقاعده بتتكلم معاها، فقاعده بتكلمها على إنها يعني تاجرة كبيرة في المخدرات، وهي مش فاهمة أي حاجة. وفي الآخر كلهم بيقوموا علشان يضربوها. باباها بيروح للضابط بتاع القسم علشان يخرجها، وبعد كده بيقول له معلش دي هي تعبانة شوية وبيتهيأ لها.
وبعد كده بيقول له طيب هات بطاقتها، فبيقول له معايا الكارنيه بتاعها اللي بتشتغل بيه. فبعد كده بيقول لها انتي مدربة نسانيس، وبعد كده بيسيبها تخرج بقى مع باباها. وبعد كده عمالة بتحلف له وتقول لباباها إن جدها كلمها في العربية وروحه طلعت هنا في العربية وكلمها، ففضل يضحك عليها. وبعد كده تفاجئوا تاني هما الاتنين إن جدها بيكلمهم و... وده صوته. قالت له شفت بقى. بعد كده روحوا البيت بتاعهم وكانوا خايفين وبيتفاجئوا، بيلاقوا إن عمها هو اللي واقف، بيتخضوا منه. و انتوا بتعملوا انتوا خايفين كده ليه؟ ما تخافوش، ده انا. بعد كده بيقعدوا يتكلموا معاه وبتقول له والله يا عمي جدي كلمني في العربية، وهو كمان باباه بيقول له فعلا اتكلم. هو مش مصدق الكلام ده خالص برضه، مش مصدقهم إن جدهم طلع وكلمهم. مم. بيقول لهم انا لا يمكن اصدقكم في الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. فقعدت تحلف له وتقول له بجد روحوا طلعت كلمتنا في العربية. وبعد كده بيكلمها وبيقول لها أنا لازم أسمع علشان أصدقكم انتوا الاتنين. يفضلوا يتكلموا مع بعض. في تاني يوم بقى ساندي رايحة الشغل بتاعها وخايفة تروح تركب العربية. باباها بيقولها ما تخافيش خالص، مش هيحصل كده تاني، وبيطمنها وهي خايفة برضه. بعد كده بتروح علشان تركب العربية بتاعتها علشان تروح الشغل، وبيقولها ما تخافيش يا حبيبتي. وبتركب العربية وبتمشي وهي ماشية برضه بيجيلها تليفون، بترد على التليفون وبتتكلم. بتخلص المكالمة وهي عمالة تبص على الكاسيت، خايفة برضه لا جدها يكلمها. وبعد ما بتخلص برضه بتتفاجأ إن جدها بيكلمها وخايفة خالص. وبعدين بتقوله انت عاوز مني ايه؟ قالها بس تسمعي الكلام اللي انا هقولك عليه، اوعي تخافي خالص. انت لازم تسمعي كلامي لك يا بنتي علشان ابقى جنبك واساعدك واغير لك شخصيتك دي. اول حاجة لازم تروحي الشغل وتكلمي الناس كلها وتسلمي عليهم. قالت له انا لا يمكن اعمل كده ابدا، انا بخاف من الناس. قال لها لازم تعملي اللي بقولك عليه فبتوافق. ويكون اخر مشهد في الحلقة بتاعتنا. استنونا في حلقة جديدة وما تنسوش